هاي الزباله بعدها شوف بابنا. راح اشوف شيء ما راح يعجبك. عيب هذا سويته مهدي، ترى احنا جيران. انت خليت بيها جيران؟ لو جيران مثل بزباله ببابي. مهدي ترى الزباله مو شيء مهم تتعاركون عليها، ترى انتوا جيران. مصطفى اتمنى ما تتدخل، يعني تخلي واحد يلبس بزباله ببابك؟ والله العظيم هاي الجهال، تتوقع منا انا اللي بزباله على جاري؟ هي اتوقع اذبها، لان ذو جهالك يعكسون اخلاقك. لا اول مره ولا ثاني مره تسويها، ذب الزباله ببابنا. عم انا اسف، ارجو المعذره منك. كافي خلي اسفك يفيدك. طب جواب كرار، الثاني مهدي ما يحترم الجار. بس حطها ببالك، الجار قبل الدار، اذا انت كنت تعرف شنو معنى الجار. لا اعرف معنى الجار شنو، وهاي زبالتك على قولة عبود اخوي، لا اول مره ولا ثاني مره تسويها، وانت ما تستحي ولا تقول عيب هذا جاري، وليش اذب زباله ببابه؟ بس شطرجه من عندك. مهدي كافي وزن حدودك زين، هذا جارك لا تنسى نفسك، فهمت؟ مصطفى لا تتدخل. لا الي دخل، وهذا جاري، اثار الحكي ما يفيد وياكم، والجوره خربت ونصتكم. وعلى قولك مصطفى، الجوره خربت، وانا راح اكتب عليه بيت الدال البيع حتى اخلص.